السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. المطبخ سلورينا تقدم لكم اليوم إن شاء الله طريقة عمل الفطاير لذيذة، والعجينة شوفوها والحشوات مختلفة إن شاء الله تنال إعجابكم. طبعا هذه المكونات اللي هي كاسة زيت، خميرة، بيكنج باودر، سكر قليل من حبة البركة واختياري، لبن زبادي، وحليب بودرة. يلا تعالوا معانا بسم الله نبدأ في تحضير المكونات في العجانة. نضع السكر، طبعا الخميرة، بيكنج باودر، حليب، وحبة البركة، والزيت، وحطينا اللبن الزبادي، ودحين نبدأ نخلطها. طيب شوفوا حبايبي، بعد ما خلطناها مظبوط نحط الموية، شايفين حبايبي، ونرجع تاني. حطينا موية فاترة حبايبي، وحنحط كيلو دقيق دحين، وبعدين نقفل. شوفوا يا حبايبي، لازم نعجنها لمدة تقريبا ربع ساعة. طيب العجينة نبغاها تكون لينة، ما هي يعني تمسك تلصق في اليد، عرفتوا؟ مو ناشفة. شوفوا حبايبي كذا نبغاها العجينة، شفتوا كيف؟ شايفين؟ شوفوا كذا نبغاها حبايبي. طيب شوفوا حبايبي، نريحها ساعة، نغطيها ونريحها ساعة، وبعد ساعة نرجع لكم. يلا حبايبي شوفوا حبايبي كيف بعد ما خمرت العجينة، قولوا ما شاء الله. شايفين كيف هشة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، طرية لينة روعة. دحين نقطعها حبايبي وخليكم معايا واصل. يلا تعالوا. شايفين حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. دحين نقطعها قطع صغيرة، يعني قطع اللي انتوا تبوها. كيف العجينة، قصدي كيف الفطيرة تبوها على حجم الفطيرة، عرفتوا؟ شوفوا حبايبي، نحضر الحشوات. نحط جبنة موزاريلا، شايفين؟ ونحط جبنة بيضة، شايفين؟ هذه عكاوي. طبعا حسوي يعني جبنة كمان فيتا احط معاها، يعني خلطة حلوة. نشوفوا حطينا موزاريلا، حطينا عكاوي، شايفين؟ اخلطها مظبوط. اللي هي الجبنة الفيتا ملعقة بس. شوفوا طعام، شايفين؟ بسويها طبعا بيدي لكن احسن. طبعا ما حطينا لها ملح، لان تعرفوا الفيتا مملحة، والعكاوي برضو مملحة، فما يحتاج نحط لها ملح حبايبي. شايفين؟ وانتوا الاجبان اللي انتوا تحبوها وتفضلوها حطوها. ماشي حبايبي. حطينا لها بقدونس، وحطينا لها حبة بيضة، شايفين؟
جاهزة. حطينا جبنة كيري مع ملعقتين تقريبا طعام جبنة كاسات، شايفين. وهذه حبايبي لبنة نحط لها كمان زعتر، يعني 3 أصناف ما شاء الله نسويها فطاير. يلا تعالوا معايا نحشيها، بسم الله. جاهزة، شوفوا ما شاء الله. هذه فطاير الجبنة الكيري حبايبي، هذه فطاير الزعتر ودي فطاير الجبنة الكيري، شايفين. قولوا ما شاء الله. فطاير حبايبي اللي هي الجبنة والبلد. إن شاء الله تنال إعجابكم.